عليكم متابعيني الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير. لا تنسوا أن تدعموني باللايك والكومنتات. اليوم جايبت لكم أكلة كتير سهلة وبسيطة لكن لذيذة كتير. جربوها، عن جد كتير طيبة وكمان سهلة، ما بدها لا جهد ولا وقت. ب5 دقايق. عنا هون بطاطا مبشورة ومغسولة ونشفتها من المي بالمصفاية، وعنا بيضتين حسب أنا هون الكمية بس بطاطا وحدة، حطيت بيضتين ومعلقتين تبع الأكل طحين، لكل بيضة معلقة طحين وملح وبابريكا وفلفل أسود. فيكم تضيفوا توابل اللي بتحبوها، أنا ضفت بس هدول، وخلطت البيض مع التوابل كتير منيح لحتى كلها تماسكت. واهم شي ما تخلوا فيها مي كالبداية مشان نتخلص من نشا البطاطا. وهلا رح نحط شوية مي، ورح نخلطها كتير منيح مشان كمية الطحين تتماسك وتصير عنا مثل عجينة لينة، مشان كمان تستوي عنا البطاطا. البيت بس ما تكفي لاستواء البطاطا، تضل من النص غير مستوية، لهيك حطينا مي، شوي مي قرابة 3 معالق، ورح نخلط بالتدريج الكمية مع الطحين. أضيف الطحين شوي شوي لحتى عندي تخلص الكمية كلها مشان ما تتكتل. وهلا هون خلصت عنا الطحين، رح أضل أخلطها لهيك لحتى تتماسك وما ضل عندي تكتلات للطحين أو بيض. وهلا نحط المقلاية، لازم تكون سخنة، ونضيف عليها شوية زيت أو زبدة أو أي نوع أنتو تستعملوه بالبيت. أنا حطيت زيت الزيتون لأنه صحي كتير، وخاصة رح أقدمها لأطفال، فيفضل زيت الزيتون وجميع الزيوت كمان، بس تعطيها نكهة أطيب زيت الزيتون. وهيك رح نبلش نحط كميات، كل معلقة تصير عنا بحجم صغير، وإذا بدكن حجم كبير كمان تقدروا تفرغوها بكامل الصينية بعد ما تكون سخنة، بس هيك رح تشوفوا صعوبة بالتقليب ورح تخرب وتتكسر. أما هيك هلا شوفوا كل قطعة رح تصير بحجم لحالها، ويعني بعيدة عن القلي وهي صحية كتير، وكمان طعمتها كتير طيبة، وفضل على الريحة، عن جد ريحتها كتير مشهية. رح نستنى لحتى تتحمر من التحت، رح تلاحظوا من الأطراف تصير ذهبية. هلا هيك مو جاهزة، رح تخرب، بس تتماسكت واستوت من تحت رح نقلبها بكل سهولة. أما إذا ما استوت من تحت ما بنصحكم تقلبوها لأنه رح تفرط معكم. هلا هيك لسه مو جاهزين، لهيك عم تشوفوا عم مانا متماسكة كتير. هلا هاي تماسكت، شوفوا عم هيك كبسوها شوي بالمعلقة لحتى تنزل المي اللي جواتها، هيك ضغطات خفيفة كتير. رح ضل اقلبها لحتى ما تحترق من فوق وما تستوي من جوا، لهيك رح ضل اقلبها لحتى تستوي من جوا، بعدين اخذ اللون الذهبي الاشقر اللي بدي اياه. شوفوا قلبت بكل سهولة، ما بتخرب ابدا، بس لازم تستنوا لحتى تتماسك وبعدين تقلبوها بكل سهولة.
حبايبي إذا عجبكم الفيديو أتمنى تشيروا الفيديو، وكمان لا تنسوا تدعموني باللايك إذا عجبكم. عم تلاحظوا شوي شوي عم تستوي. راح أضل أقلبهم لحتى ما تنحرق وتضل من جوا إنه العجينة البطاطا مو مستوية. وفيكن تضيفوا جزر أو بقدونس أو الكوسة، بس الكوسة لازم تكون نص كوساية لأنه فيها مي كتير. راح بصعوبة تبشروها منيح وتنشفوها، تعصروها، فيكن تضيفوها كمان. بس أنا اكتفيت بهدول بس، وشي يوم راح أجرب لكم مع الكوسة ومع الجزر. شوفوا شوي شوي عم ناخد اللون الذهبي وعم تتمسك. شوفوا يعني أقلبها ما أبدا ما تخرب معكم. أنا ضفت المي لحتى تتمسك هيك وتصير مثل البانكيك. وهلا هاي جاهزة. شوفوا اللون الأشقر المطلوب. راح تكفوا كامل الكمية هيك. أنا راح أكتفي هيك بهاي كمان جاهزة، لون الشقر اللي مطلوب. لا تخلوها كتير تستوي زيادة عن اللزوم مشان ما تصير فيها المرار. وهلا هيك جاهزة للتقديم. عن جد جربوها وادعوا لي. لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة لحتى يصلكم كل جديد. باي باي.